حسيت قبل كده ان انت مستغل وان في حد طول الوقت عمال يسيطر عليك في العلاقة؟ حسيت قبل كده ان ممكن حد يخليك تعمل حاجات انت مش عايز تعملها، او ممكن يخليك ويوقفك عن حاجات كان نفسك تعملها؟ والحد ده ممكن يكون اقرب الناس ليك. انت مش عارف ازاي وامتى انت وقعت ضحية للعلاقة دي، وحاسس دلوقتي بالقلق والحزن الشديد واحساسك بالذنب ان انت مش عارف تخلص من العلاقة دي. دكتورة هند عزت، فيديو بعنوان من يستغلك. كلنا معرضين ان احنا ممكن حد يستغلنا، ممكن حد يسيطر علينا، لكن اكتر حد معرض لذلك هو الشخص اللي بيسعى دايما انه يسترضي الاخرين ويخاف على زعلهم، وده بيهدد سلامه الداخلي وبيهدد ثقته في نفسه وبيخلي عنده قلة احترام لذاته. عندما تدخل في علاقة مع طرف آخر والطرف الآخر ده هدفه من إنه يستغلك ويسيطر عليك، فأنت بتشترك معاه إنك بتتآمر على ذاتك، لأنك بتفقد احترامك وبتحط من قدرك لذاتك وبتفقد سلامك العاطفي. الشخص اللي بيستغلك عارف مفتاحك فين، ولو انت فهمت أساليبه وألاعيبه هتوقف كل اللي بيعمله. ونقطة السر هنا هو إنه عايز يوصلك إنك تدرك وتقتنع إنك تحس بالعجز جواك، وهو ده اللي مطلوب. اوعى تقع في غلطة وتفتكر إنك لو قلت للشخص اللي بيستغلك ويسيطر عليك إن انت زعلان حزين حاسس بالظلم من طريقته، إنه هيوقف. هو عنده مش مهم مشاعره، مش مهم أي حاجة في الدنيا، قدامه حاجة واحدة بس، هو إنه يستغل الآخرين. الشخص اللي بيستغل الآخرين أو بيسيطر عليهم ممكن يكون عارف إن هو بيسيطر عليهم ومتعمد يعمل كده، وممكن يكون مش متعمد ومش قاصد وما يعرفش. وفي كلتا الحالتين إنه كل ما الإنسان يحس إن اللي قدامه ضعيف وبيضعف أكتر هيزيد في سيطرته أكتر وفي اختراق حدوده. وهنا بقى عايزين نعرف إزاي نوقف الشخص اللي بيستغلنا ده عند حده ونوقفه تماما، وإمتى أنسحب من العلاقة وإمتى أفضل فيها بس أغير من سلوكي عشان أوقف الشخص. عشان نقدر نحدد هل أنت هدف سهل وتقدر أي حد يستهدفك ويسيطر عليك، جاوب على الأسئلة دي. أول حاجة، هل أنت بتسعى لإرضاء الآخرين؟ هل أنت بيفرق معاك آرائهم عنك؟ هل أنت من الأشخاص اللي ما بتقدرش تعبر عن مشاعرك السلبية تجاه الآخرين؟ هل أنت ما بتقدرش تقول لأ أبدا لطلباتهم؟ عايز صورتك قدام الناس تبقى شخص مهذب وشخص لطيف، وممنوع تزعل أي حد أو تخش في مواجهة مع حد، وأي قرار تاخده في حياتك لازم تاخد موافقة الجميع. بيخوفك انتقادات الآخرين؟ هل حب الآخرين بيفرق معاك أو كرههم ليك بيفرق معاك؟ دايما بتسعى لرضا الآخرين وتخاف تقول لأ أو ترفض طلب حد، وتخاف إنك تخش في صراع. أو لو كانت معظم إجاباتك بالإيجاب فأنت عرضة وهدف سهل جدا لمحاولات السيطرة والاستغلال. وعلشان نعالج الأمر ده لازم تحط نفسك في مواجهة مع نفسك وتسأل نفسك هي إيه نقاط ضعفي، علشان نقاط الضعف ده بيلقطها بسرعة الناس اللي بيستغلوا وبسرعة بيقدروا يسيطروا عليك. خلونا نمسك أول نقطة ضعف وهو محاولة إرضاء الآخرين. ناس كتير قوي عندهم محاولات لأن هم يرضوا الناس اللي حواليهم ويخافوا على زعلهم، وبيشوفوا إن ده وسام يتحط على الصدر، وبيشوفوا إن المجتمع بيشوفهم واو حاجة جميلة جدا، وفي الحقيقة هم بيأذوا نفسهم بضرر كبير جدا جدا، لأن هم بيبقوا عاملين زي اللي مصاب بالظبط بالوسواس القهري، ما يحسوش بالراحة والانبساط والسعادة غير لما يرضوا الآخرين، لأن ده احتياج جواهم إن هم عايزين يشوفوا نفسهم من خلال الآخرين، وده بيخليهم عرضة لأي شخص يشوف نقطة ضعفهم على طول. بتعرف إنك بتدفع الثمن غالي قوي، وإنك بتخسر نفسك وبتخسر نجاحك في الحياة. طب تعرف إن أنت بتخاف إنك تواجه الشخص اللي أنت عارف إنه بيخدعك وبيستغلك، لأنك بتفضل إنك ما تتعرضش للانتقاد، ما تتعرضش للمواجهة، ما تتعرضش إنك تكشف نقطة ضعفك ونقاط ضعفك. أنت ممكن توصل لدرجة إنك لما تعرف حد بيخدعك وبيستغلك إنك تقعد تبرر لنفسك وللآخرين ليه أنت ساكت،
وليه انت بتتعامل معاه كده؟ لانك انت مش عايز تحس بالذنب ولا عايز تزعل حد. نقطة رقم 2، ان انت دايما من الناس اللي بيحبوا ينالوا استحسان الاخرين. لو انت عملت حاجة حلوة محتاج من الاخرين انهم يقولوا لك واو ايه الجمال ده. ولو عملت اي حاجة مستني دايما ومتعشم في نقطة ضعف رقم 3، ان انت تبقى مصاب برهاب العاطفة. يعني انت تخاف تعبر عن اي مشاعر سلبية جواك، وتبقى شايف ان الغضب ده شيء سيء وحاجة وحشة لازم تكبتها. وبالتالي الشخص المستغل هيشوف نقطة ضعفك دي وهيلقطها بسرعة وهيستغلك اكتر، لانك انت مش بتعبر عن المشاعر السلبية. نقطة ضعف رقم 4، ان انت يبقى عندك ذات هلامية. يعني انت ما تقدرش تحدد بالظبط ايه اهدافك في الحياة، ايه قيمك، ذاتك مهزوزة. وده يرجع لتجاربك في الطفولة وحياتك اللي قبل كده، تعرضت لعقاب، تعرضت لإهانة، حد قلل منك، فذاتك هلامية، مش عارف امتى تبدأ امتى تنتهي، مش عارف رايح فين، عايش كده وخلاص بدون أهداف. فبالتالي هتلاقي حد يسيطر عليك عشان يوجهك، لأنك انت محتاج حد يوجهك. النقطة الأخيرة إن أنت تبقى شايف مصدر السيطرة خارجي وليس داخلي، وإن كل حاجة بتحصل لك في حياتك سببها الخارج والظروف الخارجية، وإن كل نجاح وكل ظروف وكل حاجة هي بتقدر تسيطر عليك وتأثر عليك. لكن لما أنت تبقى شايف إن مصدر أي حاجة في حياتك هي نفسك، سواء نجاحك بسبب مجهودك، فبالتالي انت بتقدر تسيطر على اي حد ومحدش يقدر يسيطر عليه. لو قلنا ايه غرض الناس اللي بتسيطر وبتستغل الاخرين، غرضهم ايه من الاسلوب ده؟ هقولك ان غرضهم هم عايزين يحسوا بنجاحهم، لان الوسيلة دي بتستخدم علشان يحصلوا على النجاح امام الاخرين. طب ازاي نقدر نوقفهم عند حدهم؟ اول حاجة هتستخدمها هي المماطلة. حد طلب منك حاجة وانت مش عايز تلبي له طلبه، في الحالة دي مش هترد بسرعة انك موافق او بالرفض، لكن هتدي نفسك فرصة انك تاخد نفس عشان تقدر ترد بطريقة فيها مماطلة. يعني مثلا لو انت بتتكلم في التليفون، قوله لو سمحت بس ثواني خليك على الانتظار عشان هكلم شخص معين. او ان انت مثلا مواجهة لوجه معاه هتقوله بس دقيقة هروح الحمام او هروح اعمل كذا. او ممكن ترد عليه بطريقة مباشرة وتقوله معلش اصل طلبك محتاج بس تفكير هفكر، او انا من الوقت بس مش مناسب، انا مصدع بس دلوقتي مش قادر اركز، بحيث ان انت تدي نفسك الفرصة انك تقدر بهدوء تتنفس وترد بثقة ان انت مش رافض انك توافق على الطلب. الموضوع ده محتاج تتدرب قدام المراية كويس، محتاج ان انت تتكلم بثقة وبابتسامة وانت واخد نفس، عشان اللي قدامك يحس فيك بثقة ويحس ان انت مش متردد وخايف او متذبذب. النقطة التانية ان انت هتستخدم الاسطوانة المشروخة. يعني انت اوعى تبرر له ان انت ليه عايز وقت، ليه عايز تفكر في الجواب، او ليه الوقت مش مناسب، او ليه انت عمال تماطل او مش مناسب ترد دلوقتي، لانه هيحاول يجرجرك علشان ترد عليه، وهو ده مش المطلوب. لو انت رديت عليه وبرر هو هيسيطر عليك اكتر وانت هتفقد. ولو هو اصر والح، في الحالة دي هتكرر الاسطوانة المشروخة بان انت تعيد نفس الجملة، وان انت عايز تفكر وعايز وقت تاني بدون ما تذكر اي اسباب او مبررات. الخطوة الثالثة هو ان احنا هنضعف مشاعر القلق والخوف والتوتر جوانا، بمعنى ان المستغل او الشخص اللي عايز يتحكم فيك بيستغل فيك نقطة ان انت بتقلق شوية، بتحس بالاحساس بالذنب، بتحس بالخوف، فهو بيستغل النقطة دي كويس اوي. فانت هتحاول ان انت تتعود على بعض المشاعر اللي هي مش بتريحك. مع الوقت هتتعود على المشاعر دي، لان يعني ايه خوف؟ خوف يعني ان انا خايفة من حاجة، مثلا خايفة ان انا افقد حد، خايفة ان حد يتخلى عني، خايفة مثلا انه بيهددني ان طول الوقت انه انا هبقى غير مقبول، هبقى شخص غير مقبول، فهو بيتك على النقط دي. لكن القلق عكس الخوف،
القلق إن أنا خايفة من حاجات ملهاش مبرر، أنا خايفة من حاجات وقلقانة من حاجات أنا معرفش هي ايه. ولما تتجمع الحاجات اللي بتثير قلقي كتير يبتدي يتك على النقط دي. فالشخص اللي بيفرض سيطرته على الآخرين بيشوف فيك نقط، ايه هي النقط اللي بتثير قلقك، بتثير خوفك، او ان هو الشخص ده عارف فيك ان انت بتتحمل المسؤولية قوي، فهو بيتك على نقطة احساسك بالذنب. يعني مثلا يزعل شوية، يتقمص شوية عشان يثير فيك احساسك بالمسؤولية تجاهه، ان انت المسؤول عن احساسه بالحزن واحساسه بالمشاعر السلبية اللي جواه. فبتضطر غصب عنك ان انت تتنازل وتنفذ له طلب. الخطوة رقم 4 ان انا اوصف للمستغل وصف حقيقي للي هو بيعمله، واكشف اهدافه الخفية ونواياه. زي مثلا ان انا اقوله انا عارف ان انت طالب مني الشغل ده وعايزني اعمله، لكن صدقني تهديداتك ليا مش هتجيب اي تأثير ولا اي نتيجة. او مثلا انا عارف انك عايز نخرج معاك، لكن صدقني تجاهلك ليا مش هيأثر عليا. الخطوة السابعة ان انت هتبتدي تتفاوض مع الشخص اللي بيحاول يفرض رأيه عليك. طالما الشخص ده قابل ومستعد انه يتكيف معاك ومع الوضع الجديد ان هو الموضوع اخذ، هتبتدي توصف له موقفه بالظبط. انا عارف انك عايز كذا وانا متفهم للحاجة دي، في نفس الوقت انا محتاج اعمل كذا وعايز اعمل الحاجة دي، يلا نوصل لحل وسط. الحل الوسط ده هو ان انت وهو تبتدوا تتفاوضوا مع بعض، لكن الحل اللي هتوصلوا له يبقى حل تبادل مصالح، يبقى انت مصلحتك ومصلحته في نفس الوقت، يبقى حل عشوائي ما يكونش رايح لمصلحته برضك في الاخر. واذا اذا انتوا ما اتفقتوش يبقى انت في الحالة دي هتقوله انا هعمل كذا لو عملت كذا. في النهاية علشان تبقى هدف صعب لأي حد انه يستغلك ويسيطر عليك ويتحكم فيك ويفرض رأيه، لازم تعمل الحاجات دي. لازم كل يوم تكتب ايه هي اخطاء تفكيرك والحاجات اللي بتسيطر عليك انت ومحتاج انك تغيرها. يعني مثلا هل انت من النوع اللي بتحب ترضي الناس وتسترضيهم وحساس قوي لانتقادات الاخرين، وبيفرق معاك هل هم بيحبوك ولا بيكرهوك، وبيفرق معاك ارائهم؟ اذا كنت من النوع ده فانت فعلا مضطر تراقب افكارك يوميا وتكتبها وتسجلها علشان تبتدي تغيرها وتكون هدف صعب جدا لأي حد يستغله. لو عجبكم الفيديو أتمنى إن انتوا تشيروه، تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.